مسلسل فقرة الساحر مكون من 8 حلقات، وهو أحدث مسلسلات المخرج تامر محسن اللي قدم لنا قبل كده مسلسلات مهمة زي لعبة نيوتن، هذا المساء، بدون ذكر أسماء. فهل كان على قد توقعاتي؟ المسلسل من نوعية دراما النصب في إطار خفيف وكوميدي، وهنا عجبني المسلسل على مستوى تقديم الأفكار وألعاب الذكاء في العمليات اللي بيقوم بيها الثلاثي بتاعنا، وده فضل متماسك في المسلسل واتقدم بشكل مسلي وممتع وشدني جدا اكمل الثمان حلقات. ومقدرش انكر ان انا كنت مبسوط فيهم كلهم، لكن في مشكلة كبيرة بيعاني منها المسلسل في طريقة السرد، من ناحية انه بيقدم exposition او بمعنى شرح لكل حاجة انا شفتها بالفعل، اللي هو تضييع وقت على الفاضي في انك تقدم لي حاجة على الشاشة وبعد كده تجيب لي شخصية تحكيها تاني. طب يا باشا، ما انا خلاص شفت كل ده، فانت ليه هتعيد كل ده تاني ولكن المرة دي بفويس اوفر هو اللي يحكيها؟ وكمان من الحاجات اللي معجبتنيش قوي هي النهاية، لانها ما كانتش افضل حاجة لحل المشكلة المعقدة اللي كنا فيها. اتحلت باسهل طريقة ممكنة وفي اقل من 10 دقايق، لكن ما اقدرش انكر ان انا كنت مستمتع بكل حلقات المسلسل وما حسيتش بولا ثانية ملل حتى. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت دلوقتي بتتكلم على تامر محسن كمخرج اسم كبير، فانا غصب عني هعلي سقف توقعاتي وهبقى فاكر ان انا هشوف تجربة مميزة ومختلفة وما تقدمش زيها قبل كده، وده للأسف ما حصلش. فعلشان كده انا شايف ان مش ده المسلسل اللي كان يرجع بيه تامر محسن. او بمعنى تاني، انا مش عارف ايه اللي شده في المسلسل ده ان هو يكون هو اللي يختار نفسه انه يخرجه، في حين ان اي مخرج تاني كان هيطلعه بنفس الجودة دي. على مستوى الاداء التمثيلي من علي قاسم وطه دسوقي واسماء جلال، التلاتة جيدين جدا، وافضلهم في رأيي كان طه دسوقي، واكتر واحد مشاهده علمت معايا. على مستوى الموسيقى التصويرية كانت متوظفة صح جدا وكانت اكتر من رائعة. بشكل عام برشح لكم مسلسل فقرة الساحر للمشاهدة، وهتقضي وقت ممتع ومش بعيد تضرب المسلسل في قعدة واحدة بسبب رتمه السريع. تقييم النهائي 7/10.